السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عيد مبارك سعيد وان شاء الله يتعاد عليكم وعلى وليداتكم بألف صحه وهنا. اليوم بغيت نقدم معكم الكرشه او التقليه او الدوره، يعني كل واحد كيفاش كيبغي يسميها. فاليوم بغيت نقدمها لكم بالطريقه ديالي. عندي هنايا الكرشه كيف ما كتلاحظوا معايا، سلقتها بالماء طايب ونقيتها ترجعت بيضاء. عندي الرئه حتى هي سلقتها وقطعتها مرصويات صغار. عندي القلب حتى هو قطعته طراف صغار. ما كنستعملش انايا المصران لانه ما كنعرفش نقيه بصراحه. وعندي هنايا الطريفات ديال اللحم صغار تيكونوا حتى هما استعملتهم. المهم كلشي هنا عندي منقي ومغسول مزيان ومسلوق بطبيعه الحال. عندي هنايا جوج البصلات مقطعين كبار. عندي هنايا القزبور والمعدنوس مقطعين. وعندي هنايا مركز الطماطم، الثوم، كأس من زيت الزيتون، الحامض مرقد او مصير او ما عرفتش كيفاش كيسميوه، يعني معلب، والتوابل كيف ما كتلاحظوا معايا. غادي نحتاج الملح، الكمون، الابزار، فلفل احمر، سكينجبير والخرقوم او الكركم. وغادي نحتاج بطبيعه الحال الماء كميه قليله باش غادي نطبخ هاد الوصفه ديالي. فهنا على بركه الله غادي نجيب طنجره الضغط وغادي نصب هنايا هاد المكونات كامله كيف ما كتلاحظوا معايا. غادي نضيف عليهم البصل والثوم والصبور والمعدنوس، شرائح الليمون، توابل، غادي نضيف زيت الزيتون. فبطبيعه الحال زيت الزيتون كتعطيه واحد النكهه خاصه. وغادي نضيف مربى طماطم. الماء هذا غادي نعمرو بالماء، يعني ما غاديش ندير الماء كثير، القليل من الماء لانها ما تاخذش وقت. فانا استعملت هنا جوج الكؤوس من الماء. وغادي نخلط المكونات مع بعضها. على ما اظن غادي نضيفها كأس اخر من الماء. كافيه هذه الكميه. انا هنا لان بغيت تطيب الا درت لها الماء كثير، فاذا كان الحولي اللي عندكم كبير السين ديالو فممكن تضيفوا الماء كثير. انا هنا هذا كافيه. غادي نغلق الطنجره ديالي وغادي نوضعها على نار مهيله لمده تقريبا ديال 30 دقيقه، ومن بعد غادي نفتحوها ونشوفوها واش طابت. وها الدوره ديالنا كيف ما كتلاحظوا هي اللي واجده. شوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي رائع، والرائحه ديالها اروع واروع. انا هنايا زوقتها بشويش ديال الحامض والزيتون حتى هو محمض.
يعني الماء اللي درت ليها طابت به، ولاحظوا معايا يعني كتجي مدغمره، ما كيبقاش فيها المرق، كتجي بنينه بنينه بزاف، الرائحه ديالها شهيه بزاف. كنتمنى انكم تجربوها العيد هذا، يعني كلشي عنده الدواره دابا، يعني تجربوا الطريقه هذه راه كتجي رائعه بزاف. كنقول لكم شكرا لكم، شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على الناس اللي مسانديني، الناس اللي واقفين بجنبي، الناس اللي كيبغيو لي الخير ودائما ما كيتخلاوش عليا. كنهدي لكم هذه الوصفه هذه بمناسبه عيد الاضحى، وتنقول لكم العواشر مبروكه مره ثانيه. الناس اللي كيشوفوا القناه اول مره ما ينساوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلهم كل جديد. وكنتمنى لكم عيد مبارك سعيد مره واحده اخرى، ونشوفكم في حلقه قادمه بحول الله في رعايه الله وامنه.